أكيد سمعت قبل كده إنك عشان تبقى خبير في أي حاجة محتاج 10,000 ساعة تدريب. الرقم ده مرعب صح؟ يعني لو اتدربت ساعتين كل يوم محتاج حوالي 14 سنة عشان تتقن مهارة واحدة. الخبر الحلو إن الكلام ده مش مظبوط لو هدفك الإجادة بس مش العالمية. الحقيقة إنك محتاج 20 ساعة بس من التدريب الذكي عشان تنقل نفسك من الصفر لمستوى يخليك راضي عن نفسك. النهارده هشاركك تجربتي في اكتساب مهارة جديدة وفي أقل من 20 ساعة، وزي ما اتعودنا هنقسم الحلقة بتاعتنا لأربع فقرات متساوية. الفقرة الأولى فكك العقدة دي كونستراكشن. أول غلطة بنعملها لما نيجي نتعلم مهارة جديدة زي البرمجة مثلا إننا بنبص عليها ككتلة واحدة كبيرة، ده بيخلي عقلنا يهرب. السر في إنك تفكك المهارة لمهارات فرعية صغيرة جدا. مثال، لو بتتعلم التصوير ما تتعلمش التصوير كله مرة واحدة، ابدأ بقواعد التصوير وبعدين الإضاءة وبعدين تعديل الألوان. اسأل نفسك إيه ال 20% من المهارة اللي هتديني 80% من النتائج وابدأ بيهم فورا. فاكرين قاعدة ال 80-20 اللي أخدناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن التخطيط؟ لو لسه ما شفتش الحلقة بتاعتها هتلاقيها تظهر لك في حرف الاي اللي فوق ده، ما تستناش بعد ما تخلص الحلقة تروح تشوفها. دلوقتي لما تيجي تقدم على وظيفة كنا فاكرين المؤهل الدراسي والخبرات السابقة كافية عشان تتقبل في الوظيفة، بس بصراحة وبسبب تزايد أعداد المتنافسين على الوظائف في وقتنا الحالي أصبح من الضروري إضافة نقاط قوة إضافية في السيرة الذاتية أو السي في عشان تتميز أكتر عن باقي المتقدمين ويظهر الملف بتاعك بشكل أقوى قدام الجهة المختصة في اتخاذ القرار في توظيفه. عشان كده لازم نكتسب بعض المهارات الشخصية واللي بتمهد الطريق للحياة المهنية، إنك تكون مؤهل لسوق العمل بعد التخرج. في 5 مهارات شخصية ومطلوبة. رقم 1 مهارة العمل الجماعي، وهي مهارة مرتبطة بإنجاز الفريق، تشمل بتحقيق الالتزام واتخاذ القرارات بموضوعية وانضباط والتفكير بذكاء وبقوة والقدرة على دعم أفكار أعضاء الفريق الآخر والتواضع، وأهم شيء عدم الخوف من المشاركة. رقم 2 مهارة التواصل مع الآخرين. تطوير مهارة التواصل الجيد أمر مهم في العلاقات الاجتماعية وفي التعليم وفي العمل برضه. ممكن تترفض في الشغل لمجرد إن في المقابلة الشخصية فقدت التواصل الناجح، أو بمعنى تاني إنك معرفتش تعبر عن شخصيتك، وده بيحصل من نبرة صوتك أو تعبيرات وشك أو عن طريق جلوسك. لازم يكون عندك استماع جيد وتقدير للآخرين حتى لو عندك خبرات كويسة. رقم 3 مهارة حل المشاكل. متطلبات سوق العمل دلوقتي بقت تتطلب إن الفرد يكون عنده مهارات عالية في التفكير، لأن التغير الاقتصادي والعلمي اللي بقى سريع ده بقى تحدي كبير. رقم 4 مهارة إدارة الوقت، وهي استغلال كل ثانية في اليوم من خلال التركيز والعمل على رفع إنتاجيتك يوميا بشكل إيجابي، بتساعدك في التقدم المهني. إدارة الوقت بتعلمك إزاي ترتب مواعيدك وحياتك كلها عشان تحس بالمعنى والقيمة وتعرف إيه الهدف اللي أنت رايح له وتحققه من غير أي ضغوطات. رقم 5 مهارة القيادة، وهي محاولة التأثير في الأشخاص المحيطين ومحاولة توجيههم لإنجاز المهمة المطلوبة. بالنسبة للطلبة، العمل التطوعي أكثر المبادرات اللي بتعلم فيها المهارة دي بشكل منظم وجميل جدا بصراحة وعن تجربة شخصية. القائد بيكون ليه دور رئيسي في تحقيق الأهداف أو فشلها، لأن بيكون ليه رؤية وبيبادر وبيقدم اقتراحات وبيأثر في الناس وبيكون حلال المشاكل كمان، وبيتميز بالمتابعة المستمرة، وأهم شيء فيه هي تحمل المسؤولية. الفقرة الثانية التعلم الكافي للتصحيح الذاتي. في فخ بنقع فيه كلنا اسمه دوامة المصادر، بنقعد نتفرج على مئات الكورسات ونقرأ عشرات الكتب من قبل ما بنطبق. حاول تتعلم بالقدر الكافي اللي يخليك تبدأ فقط وتعرف تغلط وتصلح لنفسك. الفكرة انك ما تستناش تكون بيرفكت، الهدف من القراءة هو تعرف امتى غلطت وتعمل سيلف كوريكت او التصحيح الذاتي، مش انك تبقى فيلسوف في المادة وانت ما لمستش الواقع. طب ايه هي اهمية التعلم الذاتي؟ مراعاة الفروق الفردية، بيتيح لكل فرد التعلم بالطريقة اللي تناسبه. تحمل المسؤولية، بينمي المهارات الشخصية والانضباط الذاتي. التعلم مدى الحياة، بيجهز المتعلم لاكتساب المعارف الجديدة باستمرار وبشكل مستمر. حل المشكلات، تعزيز القدرة على مواجهة المشكلات وإيجاد حلول. ومن هنا هنروح لإيه هي خطوات التعلم الذاتي. لتحقيق أقصى استفادة بيمر التعلم الذاتي ب4 مراحل أساسية. أول شيء الاستعداد للتعلم، وهي إدراك الحاجة للتعلم والدافع ليه. تاني حاجة تحديد الأهداف، تحديد ما يريد المتعلم تحقيقه بدقة. التالتة والأهم الانخراط في التعلم، وهو استخدام المصادر المتنوعة زي الكتب والدورات والتطبيقات. الرابعة والأخيرة تقييم التعلم عن طريق قياس مدى تحقق الأهداف. الفقرة الثالثة
ازاله عوائق التدريب. ليه بنفتح الموبايل اول ما نبدا نذاكر او نتدرب؟ لان في عوائق او فريكشن بيننا وبين المهاره. الحل هو انك تبعد عن الموبايل في غرفه تانية وجهز ادوات المهاره، اللابتوب مشحون، الكتب مفتوحه، اقلام التظليل معاك، وابدا. قاعده ال20 ساعه، التحدي الحقيقي مش في المهاره، التحدي هو في تخطي اول 5 ساعات من الاحباط. بمجرد ما تكسر حاجز انا مش فاهم حاجه هتبدا تستمتع. العوائق النفسيه اللي بتكون بينك وبين التعلم، الخوف من الفشل او الانتقاد هو اكبر عوائق لما تيجي تتعلم مهاره جديده، وبالاخص المهارات اللي بتتطلب انك تتحدث قدام الجمهور. انعدام الثقه بالنفس، انك حاسس على طول بعدم القدره او ضعف تقدير الذات. المقاومه للتغيير، لما بتتعلم مهاره بتكون محتاجه مجهود ذهني وروابط عصبيه بيكون في مقاومه طبيعيه من الدماغ. الخوف من الاحراج، وده بيحصل لما تبدا في مهاره غير مريحه او تكون مختلفه عن العاده. الفقره الرابعه، التدريب المعتمد deliberate practice. مش مهم بتقضي وقت قد ايه، المهم بتعمل ايه في الوقت ده. الممارسه العاديه هي انك تعمل اللي انت عارفه، انما التدريب المعتمد هو انك تضغط على نفسك وتجرب الجزء الصعب اللي انت لسه متقنه. نصيحه، اتمرن بتركيز لمده 45 دقيقه وخد بريك. التركيز المتقطع احسن بكتير من السرحان الطويل. من اهم خصائص التدريب المعتمد انه تدريب هدفي ومحدد، بتكون انشطه منظمه ومقصوده، تهدف بدقه لتطوير جوانب معينه من القدرات والمهارات، بيكون خارج منطقه الراحه، بيتطلب تركيز شديد وبيكون فيه مجهود ذهني كبير لانه بيكون مهارات جديده غير اللي موجوده بالفعل. التغذيه الرجعيه الفوريه، بيكون فيه فيدباك مستمر لتصحيح الاخطاء وغالبا بيكون بمساعده مدرب او حد ذو خبره سابقه. تكرار مهام محدده، الاهداف بيكون مخطط لها من قبل. عمليه مستمره، تكرار آلية التعليم بتكون للتحسين والتعلم وليس للتمرين او التجربه فقط. وفي النهايه المهاره هي العمله الجديده الحاليه. العالم بيتغير والمهاره اللي معاك النهارده ممكن تحتاج تتطور بكره. الشخص اللي بيعرف يتعلم ازاي يتعلم او learning how to learn هو اللي بيكسب في الاخر. دلوقتي قول لي ايه المهاره اللي نفسك تتعلمها بقالك فتره ومأجلها، ولو محتاج اساعدك في الخطوات مش هتاخر وهكون ممتن لده. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. سلام.